بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ال GEO اللي هو ال Generative Engine Optimization، اللي هو الجينيريشن الجديد فعلا من ال SEO. اليوزر احنا بنشوفه هو بيعمل ايه بالظبط، وبنحاول ان احنا نعمل له اوبتمايزيشن على التشانلز اللي هو رايحها. على مر الفترة الزمنية اللي فاتت دي الاس اي او كان دايما بيتغير، كان دايما بيتحرك من ناحيه مثلا ان هو كان روابط زرقاء، وبعد كده شغل السبام اللي كان كلوكينج، وبعد كده الماشين بدات تتعلم بشكل اسرع وبشكل افضل. الالجوريزم بدا يطلع له دوكيومنتيشن مظبوطه، وبدا يمشي على مثلا فاكتورز معينه. فالجي اي او لسه في البدايه. الفريم ورك اللي انا قلته لك ده او هقوله لك ده بيزد اون الاكسبيرينس، لان طبعا الجي او لسه بيبي شويه، لسه اول جزء في الانتنت ماب. الهدف في الجزء ده ان انت اما ال ام اس يتسال، انت اللي ترد عليه في اجابات اليوزر دي. طيب تعمل ايه بقى عشان تظهر في اجابات اليوزر دي، سواء في شات جي بي تي او غيره من ال ام اس؟ اول حاجه انت لازم تعرف الانتنت بتاع الكلمه ده عباره عن ايه. طيب دايما بنسمع كلمة الانتنت او نية البحث، لازم تعرفها هي عبارة عن ايه. ببساطة شديدة جدا انا عايزك تاخد الكلمة اللي انت هتبتدي تجاوب عليها دي وتروح تحطها في جوجل. طيب ليه كنت بقولك في الحلقات اللي فاتت عن السيرب عموما، اللي هو السيرش انجن ريزلت بيج واشكاله الكتير، او اللي هم تقريبا اتكلمنا عن 13 شكل منهم، عشان تعرف من خلالهم نية البحث. يعني الراجل اللي بيدور هنا على مارفل في عنده اشكال كتيرة من البحث. اما تلاقي ان الاغلب بتاع السيرب رايح ايمج، يبقى ده الانتنت بتاع اليوزر هنا، هو عايز صورة. لما تلاقي ان السيرش مطلع النتائج او اغلب النتائج ليها علاقه بليستنج، ليها علاقه بالجوبس، يبقى ده كده اليوزر بيدور على وظيفه، وهكذا. عشان كده احنا شرحنا واستفدنا جدا في كل الايه السيرب باشكالها، وازاي بتطلع، ودي عباره عن ايه، ودي ليه بتطلع. عشان حته اليوزر انتنت، لان دي مهمه جدا ان انت تفهم النيه عشان تقدر تجاوب بشكل مظبوط عشان تطلع في الاي اي. لازم تجاوب على بقيه التوبيكال اثوريتي في موضوع الكويستشن ده. يعني مثلا لو احنا خدنا مثلا كمثال اعراض مرض السكري مثلا او السكر، هتلاقي مرض السكري هو حاله مزمنه يحدث فيها كذا 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 كذا. تمام، انت لازم تجاوب بالشكل ده عشان الاي اي بيحب الاجابه دي. عشان تلخص عليه، الاي اي كسول جدا، بيشوف المصادر الموثوقه اللي بتجاوب بشكل سريع على الاسئله اللي اليوزر بيسالها له، عشان ما ياخدش وقت في الاجابه على اليوزر، وبالتالي يوصل لافضل نتيجه ممكن. هنا انت بتحول المحتوى لشانكس ينفع الاي اي يسحبها. يعني ايه؟ يعني بتقطع المحتوى كده، ايه، تديله حاجات بسيطه. عشان زي ما قلت لك الاي اي اما بيجي يشد الكلام دون بيبقى كسول جدا، هو عايز الاجابه السريعه اللي تظهر له على طول عشان يروح يرميها في الشات بتاعه. طيب الاستراكشر زي ما انت شايف كده ما بيختلفش كتير عن الاون بيج اوبتمايزيشن. في الكويستشن هذا اتش 2، في عندك دايركت انسر من 2 ل 3 لاينز، ما تزودش. زي ما قلت لك حاول تقطع وتجاوب في اسرع وقت ممكن، وتبدا الارتكل او تبدا البيج او اللاندنج بيج بتاعتك بالاجابه على طول المباشره، وابقى استفيض بعد كده. البوليت بوينتس اللي احنا اتكلمنا عنها. المرحله الثالثه ان انت تعمل اوبتمايز السامري بتاعتك. طيب ازاي بتعمل الكلام ده؟ بعد ما بتخلص الارتكل بتاعتك، في الاخر خالص تحط السامري او الملخص في جمل قصيره جدا وتعريفات واضحه جدا وليست وجداول. الجداول مهمه جدا 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 مع الاي اي. طيب رابع مرحله وهي تعريف الكيانات. تعريف الكيانات دي شيء مهم جدا. الاس اي او دلوقتي بقى يتمحور ناحيه القصه دي. تعرف الكيانات دي ازاي؟ اول حاجه لازم تبتدي بالكيان الكبير بتاعك اللي هو اسم المؤسسة. بعد كده لو عندك فروع، بعد كده لو عندك أقسام، الأقسام دي تحتيها مثلا دكاترة في عيادات مثلا. انت بقى بتقسم الكيانات بتاعتك دي عشان تكون مظبوطة بنسبة 100%. أنا دلوقتي لو أنا بقى بتكلم على أرتكل، ده مثال ميديكال مثلا، تذكر المرض وتذكر الأعراض وتذكر الأسباب وتذكر العلاج وتذكر الموقع، يتلخص في 3 مقالات 4 مقالات. ممكن تعمل لكل واحدة من دول مقال.
انت بقى بتشوف هل المرض ده مثلا استفيض فيه اكتر ولا اقلل فيه الموضوع، المستشفى عندي مثلا بتركز عليه ولا لا، وهكذا. برضك بالنسبه للبرودكتس اللي عندك. الاوتكم اوبتمايزيشن، المرحله دي مهمه قوي، لان انت هنا بدات بقى تطلع نتائج بالفعل، ويبتدي يجي لك فيزيتس، والفيزيتس دي تتحول لكونفرجن، والكونفرجن ده يسمع معاك في جوجل تاج مانجر، او يسمع معاك في لوكال ستوديو لو انت رابط كل الكلام ده ببعضه. دي حاجه ادفانسد ممكن ان شاء الله نبقى نتكلم عليها. المهم انت بتبتدي بقى تعمل اوبتمايزيشن للموضوع دون، وتبتدي تعرف والله الويب سايت دون او شات جي بي تي او براكسبيليتي او بيبتدي يجيب ليدز على السي ار ام، وبيبتدي كمان الليدز دي تتحول معايا البيشن. او لو انت عندك موقع اي كوميرس بيبتدي يظهر عندك في الداشبورد على جوجل اناليتكس ان في برودكتس، في عملاء اشتروها بالفعل عن طريق شات جي بي تي او عن طريق بريكسبيليتي او عن طريق اي ال ام اس تاني. اعمل ايه بقى عشان اعمل اوبتمايزيشن للاوتكم دي؟ اول حاجه هتعمل سي تي اي واضح. يعني ايه سي تي اي؟ يعني انت هتعمل كول تو اكشن كويس جدا عشان العميل يضغط عليك اللي بيظهر عندك في شات جي بي تي. دي اول حاجه. تاني حاجة، لو انت موقع مستشفى او ميديكال لازم الريفيوز دي تكون موجودة والتستمونيالز تكون موجودة بالنسبة للدكتور. المنطقة اللي هيظهر فيها الدكتور لازم اللاندنج بيج بتاعته تكون مكتوبة عن طريق حد من ضمن الريجون دي او من ضمن المنطقة دي بيفهم اللغة بتاعتهم كويس جدا. وبالمناسبة دي انا كنت عامل كتيب للجي اي او، اكتب لي بس جي اي او في الكومنتس وانا هبعته لك فور فري. وهنا بوريك نتيجة حقيقية لمسناها في موقع لسه جديد تماما زي ما انت شايف كده. في خلال بس 6 شهور قدرنا نوصل للنتيجة اللي انت شايفها دي، 380 AI overview، وعندك هنا 16 زيارة في شات جي بي تي، وعندك هنا كمان 9 صفحات ظهروا في بريكسبيليتي. وده بيأكد ان الحمد لله الفريم ورك ده ناجح بشكل ممتاز جدا، وتقدر تطبقه من بكره. المايلستون بتاع الاس اي او، لان حرفيا من غير الاس اي او والمايلستونز دي مش هتقدر تطلع في الجي اي او والاي اي عموما. طيب دي الاليمنتس اللي انت محتاج تعمل لها اوبتمايزيشن عشان تبتدي تطلع في محركات البحث زي جوجل، وتبتدي تروح لمرحله ال ام اس وتطلع فيها بشكل مظبوط، او الاي اي عموما. طيب احنا محتاجين هنا نعمل ايه؟ محتاجين نظبط السوشيال نتورك بتاعتنا تكون بنفس اليوزر نيم على قد ما نقدر. محتاجين نعمل ويب ديزاين شكله ممتاز جدا عشان اليو اكس واليو اي ويحمل بسرعه وهكذا. محتاجين نعمل ويب سايت اوبتمايزيشن اللي هو التكنيكال اس اي او. محتاجين بقى ان احنا نبني استراتيجي بيزد اون البيزنس بلان بتاعنا، وبيزد اون الاوبجكتيف اللي حاططها لنا الماركتنج مانجر، عشان كلنا نطلع لقدام ونخدم المؤسسه بشكل سليم. محتاجين نعرف منهم هم محتاجين ايه بالظبط مننا عشان نبتدي ننفذه. بعد كده الكي ووردز اللي احنا استخدمناها دي، هل هي مناسبه للموقع بتاعنا في مرحلته الاوليه ولا هي مش مناسبه؟ وهنبتدي نعرف الموضوع ده بشكل افضل واحسن في الكي وورد ريسيرش. طيب الكونتنت بتاعنا هل هو تمام؟ بتشوف المنافس مغطي الجزء بتاع التوبيكال اوثوريتي في الحته دي ولا لا؟ هل المنافس مثلا وقعت منه ال اس اي معينه او ريليتد كيوردز ليه علاقه بالمقال دون وانت مش حاططها؟ بعد كده كمان بعد ما بتشغل الارتكل دي او تبتدي يجيلك ترافيك على الصفحه دي، بتروح على جوجل سيرش كونسول وبتبتدي تشوف ايه الكلمات اللي انت ظهرت فيها، وتبتدي تضيف الفقرات دي عشان تطلع بشكل افضل، او تعمل مقال جديد لو الكلمه دي كبيره شويه او تقدر تكتب فيها اكتر. محتاجين كمان الفيدباك على الشغل بتاعنا دون بناء على الريبورت اللي احنا هنطلعه ونقدمه للإدارة ونشوفه عامل ازاي، عشان في الاخر يجي لنا الترافيك، والترافيك دون يتحول لكونفرجن سواء ليد او كول او واتساب او ايا كان بقى احنا بندور على ايه. اول حاجة لازم ناخد بالنا منها وهي ان الموبايل يكون فريندلي، لان مش معقولة 90% من اليوزر دلوقتي بيستخدموا الموبايل وانا اكون الويب سايت بتاعي مش فريندلي. يعني ايه بقى الويب سايت فريندلي او مش فريندلي؟ ببساطة شديدة لو انا مثلا جيت هنا على الصفحة دي وعملت كده
الصفحة دي بُص بترجع ترسبونس معايا إن هي تصغر وتكبر في نفس الوقت. بُص لمّا أعملها أصغر كده شوية هتلاقيها عملت fit screen أهو شايف؟ فده كده معناه إن أي size في السكرين هيشتغل معايا بشكل مضبوط جدًا، ده كده معناه إن الموبايل friendly مضبوط. وفي tool ممكن أبقى أسيب لكم الlink بتاعتها تقدر تعرف أو تعمل check كده هل الموبايل ده friendly والّا لأ، تمام. الويب سايت سبيد، في برضك تول اسمها بيج سبيد انسايت اهي، بيج سبيد انسايت. هتيجي على بيج سبيد انسايت دي وتروح جاي هنا مثلا، ده موقع او اي موقع مثلا تاخده وتقول له مثلا اعمل له انالايز، تمام. هيبتدي يديك نتائج، النتائج دي بيبقى بسكور، ولو الصفحه دي او الموقع ده بيجي عليه زوار هيبتدي يعمل لك حاجه اسمها كور ويب فاتل اسسمنت، ويقول لك هل هو باص ولا فيلد. بُص، ده الويب سايت طبعًا عشان ما فيهوش حاجات كتيرة واخد performance 100% زي ما أنت شايف كده. دي حاجة طبعًا ممتازة مش بنلاقيها في كل الويب سايتس، بس ده طبعًا عشان صفحة بسيطة جدًا ما فيهاش أي element كتير يعني. طيب الUI والUX بقى بتاع الlanding page دي مضبوطة والّا لأ؟ ودي بيكون ليها structure واضح، وبيكون ليها developer متخصص للUX والUI عشان يطلع لنا design مضبوط. تريديوس الباونس ريت ده ازاي بتعمله؟ ممكن تسطب كلاريتي، مايكروسوفت كلاريتي على الويب سايت بتاعك، وتبتدي تاخد سيشنز من اليوزر اللي داخله على الويب سايت، وتبتدي تعرف هم بيعطلوا في ايه او ممكن يطلعوا بسبب ايه، وتبتدي تحسن المشاكل دي، تمام. ده من ضمن الحاجات اللي انت تخلي بالك منها. ري اوبتمايز بقى depending on الريزلت. معناها ايه القصه دي؟ انت بعد ما اشتغلت الويب سايت بتاعك بعد 3 شهور بيبتدي تعمل اناليسيس. الاناليسيس ده زي ما قلت لك مثلا زي مايكروسوفت كلاريتي كده، بيقول لك والله المشاكل في عندك في 1 2 3، وتبتدي تتراك اليوزر والناس بتقع فين. تخش على جوجل اناليتكس وتشوف الناس بتقع من انهي صفحه، وتبتدي تجمع الصفحات دي وتبتدي تعمل لها انهانسمنت بقى في الكونتنت، انهانسمنت في الفيجوال، انهانسمنت بقى في الكرييتيف، انهانسمنت ان هم مثلا محتاجين فيديوز يقعدوا اكتر، محتاجين مثلا ساوند مثلا ممكن يسمعوه. فعموما انت بتشوف ايه اللي اليوزر محتاجه وبتبتدي تقدمه له. 6 واحنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي ال HTTPS اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الكورس خالص، اللي هي لازم تكون سكيور. 7 دي بقى حاجة مهمة جدا، ان انت لازم تعمل ابديت للسي ام اس. السي ام اس دون اللي هو كونتنت مانجمنت سيستم، زيه زي ووردبريس. قاعدة البناء بتاعت الويب سايت بتبقى دايما محتاجة ابديت. الابديت دون عشان ما تخترقش ويجي لك مثلا حاجة اسمها جابانيز هاكر مثلا، تلاقي الويب سايت كله قلب لغة غريبة كده. فدي بتبقى صعبة جدا، وحلها بياخد وقت كبير وبياخد مجهود كبير جدا، وبتخسر نتائج طبعا، وانت مش محتاج تعمل حاجه زي كده. بعد كده بقى محتاج ان انت تاخد سوشيال سيجنالز من الصفحات بتاعتك، تبتدي بقى تنشر الكونتنت بتاعك او الارتكل بتاعك او اللاندنج بيج بتاعك، سواء لدكتور سواء لخدمه سواء لديبارتمنت ايا كان بقى، سواء مثلا لبرودكت الكاتيجوري لاوفر زي الوايت فرايداي وهكذا. تبتدي تنشره عندك على السوشيال ميديا اكونتس بتاعتك. الاليمنت لازم تكون متوفره في الويب سايت اللي هو محترم ده، الويب سايت اللي هو ابن ناس ده اللي بيطلع في الاس اي او والجي اي او يعني. ان انت تكون موبايل فريندلي، وان اللود بتاعك يكون الويب سايت سريع. الاس اي او اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو الاون بيج والاوف بيج والتكنيكال. اللاي اوت بتاع النيف بار، فاكرين لما اتكلمنا برضك في الاول خالص عن السبايدر بيخش ازاي، ولازم الاستراكشر بتاعك يكون مظبوط في التير 1 والتير 2 والتير 3، تمام. وتبلد بقى التراست اللي هي بقت الاي اي تي، واتكلمنا عنها قبل كده وممكن نسيب لكم الفيديو تاني تمام. الكول تو اكشن اللي موجوده عشان تخلي العميل بتاعك يقفل ويعمل الكونفرجن عشان الشركه تحبك وتديك الفلوس اللي انت محتاجها. ان شاء الله اشوفكم على خير السبت الجاي. ولو انت بقى وصلت لهنا واتفرجت على ال3 حلقات، يا ريت تعمل لي سبسكريبشن وتفعل زر الجرس بقى، وتكتب لي اي كومنت كده شجعوني كده عشان نكمل ان شاء الله. وان شاء الله اكون افدتكم ولو بحاجة بسيطة، ونشوفكم على خير. شكرا.